ورق سينما بين السطور حكاية. يا أهلا بيكوا في الحلقة الثالثة من سلسلتنا ورق سينما، السلسلة اللي هدفنا إنك تستمتع بالحكاية بودانك وتعيش التفاصيل ورا الشاشة وانت في طريقك بتشرب قهوتك بتفطر وانت مريح في الضلمة. أنا محمد ممدوح ودي قناة مجنون أفلام، والنهاردة هنفتح ورق فيلم خلى العالم كله يقف على رجل واحدة زي ما بيقول، فيلم الجوكر. كتير مننا شاف الفيلم وانبهر بتمثيل واين فينيكس، بس تعالى نرجع للبداية خالص، للورقة اللي كتبها دوت فيلبس وسكوت سيلفر. الورق ده ما كانش مكتوب فيه ان فيلم سوبر هيروز زي ما تعودنا، ده كان مكتوب فيه دراسة الحالة لإنسان بتدمر قدام عينينا. في السيناريو ما كانش الضحكة مجرد إفيه شرير، لأ، الورق كان بيوصفها إنها تشنج مؤلم، صرخة استغاثة، حاجة عبارة عن الهزيمة. الوصف كان بيقول إن أرثر يضحك لكن عينه تفضل بالدموع بس ما يشوفهاش حد، وجسده بيرتجف كأنه يتلقى طعنات غير مرئية. عارف إن اللي يجنن في ورقة الفيلم دي إنهم كتبوا الجوكر من غير أعداء، العدو كان المجتمع كله، الوحدة والقسوة والمعاملة. في مشهد الشهير في السيناريو كان مكتوب جملة بتلخص الحكاية كلها: أسوأ ما في المرض النفسي هو إن الناس يتوقعوا منك إنك تتصرف وكأنك لست مريضا. الجملة دي اتكتبت على الورقة كانت هي المفتاح اللي خلت الممثل يفهم الشخصية. الورقة هنا ما كانتش بيحكي قصة مجرم، كان بيشرح إزاي المجرم بيتولد من رحم الإهمال. لو قارنا الورقة دي بأي نسخة تانية للجوكر هنكتشف إن الورقة دي في النسخة كان مكتئب، كان تقيل. حتى مشهد رأس الشهير على السلم في الورقة كان مكتوب كلحظة تحرير مرعبة، كان الشخص ده أخيرا لقى نفسه بس في الجنون. يعني من الآخر كذا جوكر ظهر، صح ولا لأ؟ قصة أرثر فليك اللي كان واخد عليها طبعا جايزة أحسن أداء كان بيبين لنا إزاي اتولد الشرير، إزاي المجتمع هو اللي بنى الشرير وإن هو ما كانش كده من الأصل. في ورق سينما بنتعلم أعظم الأفلام مش اللي فيها انفجارات، لكن اللي فيها ورق بيقدر يلمس حتة مستخبية جوانا. تفتكروا لو كان ورق الجوكر اتكتب بشكل أكشن كان هيوصل لنفس النجاح، ولا قوة الفيلم فعلا كانت في الوجع اللي بين السطور؟ هستنى رأيكم في الكومنتات وقولولي ايه الفيلم اللي حاسين ان ورقة كان قاسي جدا ومحتاجين نتكلم عنه. كان معاكم محمد ممدوح، سلام مع مجنون أفلام. هنا لكل حكاية عمق، نقرأ ما بين السطور في السيناريو، نبحث عن الشغف وعن سر الصورة، مجنون أفلام، حيث يصبح الفيلم جزءاً منك